بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده فيديو ناري من كابتن ابراهيم سعيد، حرفيا كده انتقاد لاذع لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بسبب شكاويها المتعددة ضد النادي الاهلي واتحاد الكورة ومشاكله اللي هي اثرت على نادي الزمالك، اللي خلت نادي الزمالك في خصومات مع جميع او مع اطراف متعددة. تعال نشوف ابراهيم سعيد قال ايه ونرجع لبعض تاني. يا كابتن ابراهيم في الانفراد ده جامد ها. طب يعني دايما على فكرة سمعنا كابتن ابراهيم سعيد وهو بيقول كلام يعني قوي جدا على مؤتمرات مرتضى منصور، على خصومات مرتضى منصور مع اهلي، مع اتحاد كوره، مع اشخاص. كل ده اثر على كيان نادي الزمالك وخلاه في الوضع اللي احنا بنشوفه ده. خلى نادي الزمالك من نادي العاب رياضيه لنادي شكاوى، سواء في الفيفا او اتحاد الكوره او النادي الاهلي او على مستوى مصر كلها. بمناسبة الشكاوي والقواضي، كلنا عارفين ان كان في وقف لكهرباء ووقف لمرتضى منصور، وتم تعليق الوقف ده علشان خاطر النادي الاهلي اشتكى او اشتكى، راح للمحكمة الادارية علشان خاطر ان هو يوقف الحكم بتاع كهرباء، او علشان خاطر يطعن في لجنة الانضباط. جات لجنة التظلمات بعد شكوى النادي الأهلي، علقت العقوبة سواء لمرتضى منصور أو لكهرباء لحين البت في شكوى النادي الأهلي. جاء النادي الأهلي مشكورا من يومين ثلاثة كده يعني تراجع عن شكواه، لكن هل القضية مكملة ولا لا؟ المحكمة اللي ماسكة قضية النادي الأهلي ضد اتحاد الكورة والوزير، أو ضد اتحاد الكورة في موضوع لجنة الانضباط، ما بصتش لتراجع النادي الاهلي، وما بصتش ان النادي الاهلي تصالح او تراجع او مش عايز يكمل القضيه، ولكن القضيه ما زالت مكمله. القضيه ما زالت مكمله لغايه تقريبا يوم 25 يونيو، يوم 25 الشهر القادم. ويعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني معنى الكلام ده ان كهربا هيتن يلعب الفتره اللي جايه، يعني كهربا هيتن يلعب لغايه يوم الحكم في القضية، ومرتضى منصور تعلق العقوبة بتاعته لغاية الحكم في القضية، مع العلم ان مرتضى منصور اصبح رئيس نادي الزمالك المعزول. فحكم او عقوبة كهرباء هتتم معلقة لغاية ما يتحكم في القضية، ولجنة التظلمات تعرف ايه القضية عاملة ازاي وايه الحيثيات، ولجنة الانضباط موجودة ولا منشالة عشان تدي القرار المناسب. ويا رب يكون الفيديو حاز على اعجاب حضراتكم. نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.